تأهل فريق أربيل الكروي إلى المربع الذهبي لدور النخبة بعد فوزه على فريق النجف في مباراة الفريقين ضمن الجولة الخامسة من المجموعة الثانية عندما تقابلا على ملعب الشهيد فرانسو في أربيل. سجل الضيوف الهدف الأول في الدقيقة الخامسة بواسطة اللاعب علاء عاصي وصده المدافع أربيل، وفي الدقيقة 26 احتسب الحكم ضربة جزاء لأربيل إثر عرقلة واضحة لمسلم مبارك نفذها بنجاح الجرد الملا محمد مسجلا هدف التعادل لأربيل لينتهي الشوط الأول بهذه النتيجة. في الشوط الثاني تحسن أداء الأربيليين وهددوا مرمى الحارس قائد سدير عدة مرات، وبالمقابل كان فريق النجف يعتمد على الهجمات المرتدة. لحين الدقيقة 78 فقد سجل اللاعب وسام زكي هدفا جميلا من خارج منطقة الجزاء لتنتهي المباراة بفوز أربيل بهدفين مقابل هدف واحد للنجف. خرجنا بنتيجة جيدة، اطمأنينا حتى نقدر نعطي راحة جيدة ونوازن باللاعبين، يعني بين الراحة وبين جو المنافسة حتى نقدر نوصل بالشيء اللي احنا نريده. ارتفع رصيد أربيل إلى 12 نقطة محلقا في صدارة المجموعة الثانية ومتأهلا إلى المربع الذهبي قبل لقائه الأخير أمام فريق الكهرباء يوم الخميس القادم. للمرة الثانية على التوالي قلب فريق أربيل خسارته أمام النجف إلى الفوز ليتأهل إلى المربع الذهبي قبل انتهاء البطولة. سامان بريفكاني السومرية، أربيل.